السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين إيه؟ وحشتوني جدًا، 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 يا رب كلكم تكونوا بخير في أفضل صحة وأتم الأحوال. يالّا برضه عشان ما ننساش في بداية الفيديو ناخد كلنا حسنات ونصلي كلنا على سيدنا النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعًا باقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة مرور كده سنتين على القناة وعلى وجودنا مع بعض في قناتي دي أول حاجة، وطبعًا بمناسبة السنة الجديدة يا رب تجعلها سنة خير كده وعطاء وبركة. ويرفع عننا البلاء ويحفظ أحبتنا جميعًا يا رب العالمين، وما نشوفش فيهم مكروه أبدًا. بُصّوا بقى النهارده أنا هاعمل إيه. ازيك يا إيمان؟ رُحنا أنا وزمايلي طيبة، حلواني طيبة، واشترينا بقى إيه شوية حاجات كده أمّا أروّح أبقى أوريها لكم إن شاء الله، علشان عيد ميلاد بقى القناة دي أول حاجة، عيد ميلاد القناة التاني تمام، إحنا كده بقى لنا سنتين مع بعض على الاسم. وراس السنة بقى ويوم السنة وكده هقلب لكم دلوقتي. صحابي عايزين يسلموا عليكم، سلموا عليكم. سلموا يا رشا. هابي نيو يير. ايوه. دي السوبرفايزر بتاعي من سنتين. ينفع اسلم؟ كانت السوبرفايزر بتاعتي في المدرسة من سنتين. ينفع اسلم؟ وساندي كمان لازم تسلم عليك. خلصت عليك؟ يلا خلاص كده خلصنا، هنمشي بقى وبعدين ابقى اقابلكم تاني في البيت. جبت جاتو وطبق حلويات ب120 كل ده، يعني 9 قطع. انا رحت جبت شوكولات وقلت كنافه اللي هي بالمانجا. والله جميلة. بصوا اهو حلواني طيبة اللي فين يا رشا؟ في شيراتون، في شيراتون اهو المحل اللي تحت ده. بس هو ما شاء الله اصلا زحمة. كل سنة بنيجي ناخد من عنده يعني الجاتو بتاعنا بتاع راس السنة. خلاص الحمد لله وصلت اهو، وصلت البيت بالسلامة الحمد لله. الحمد لله هوريكم بقى الحاجات اللي انا جبتها. خلي العسول ده جنبي. هتشوفوها ان شاء الله بقى في الفيديو ده معايا. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، يا رب يا رب تجعل سنه 2021 يا رب سنه جميله وحلوه كده على الجميع يا رب، وتبقى احسن وافضل من 2020، ويا رب يزيح عنا الغمه والبلاء في 21 ان شاء الله باذن الله، وتشفي كل مريض يا رب، وترزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وكمان كل مشتاق لزيارة الكعبة وزيارة كل واحد يا رب نفسه في حاجة كمان يحققها يا رب في السنة دي ان شاء الله. بصوا بقى هشوف هعمل ايه او هنعمل ايه. دلوقتي الساعة 2 تمام، 2 الظهر. فانا بفكر مثلا انام ساعة عشان اعرف اسهر بقى يعني بالليل، او اقعد بالليل يعني. بفكر انام ساعة مثلا واصحى بعد كده بقى اعمل الاكل بقى واشوف هظبط الدنيا. بصوا الحاجات اللي جبتها ايه، تعالوا انزلي يا ريم. بس انزلي يا ماما، انزلي عشان اوريهم اهي ريكا، انزلي يا بابا. مش عارفه هو استنوا اهي مقفوله جامد. بصوا عموما انا جبت جاتوه اهو. يا ريم استني. حلو يا ماما. مش حلو، حلوة. مش هتتفتح اصلا. ماما كنت عايزة ادوق. طب استنوا افتحها وارجع لكم. بصوا اهو الجاتوه اهو، وده وعلبه الحلويات مشكله، حلويات شرقيه، وادي الجاتوه. طبعا بقى كل ده ان شاء الله هبقى ارتب كل ده ان شاء الله معاكم بالليل. المهم يعني عشان تبقوا معايا في الفيديو. يلا اسيبكم دلوقتي بقى وارجع لكم تاني، خليكم معايا ما تروحوش في اي حته. وطبعا زي ما قلت لكم هنام شويه، ما نمتش ليه بقى؟ لان انا فكرت ان انا النهارده ده في كذا اكله، يعني في اكل هيتعمل وهياخد وقت. فقلت لا يا بنتي يا نسمه. عارفين الإفيه بتاع قومي يا بت شوفي اللي وراكي. متخليش حاجة توقفك كده. اه انا عملت كده والله، بعد ما دخلت السرير وخلاص هنام. رحت قلت يا نهار ابيض، ده انا في اكله لازم تتعمل وبتاخد وقت جامد جدا، ده اللي انا هبتدي اعمله معاكم ان شاء الله النهارده. وكمان هصور، يعني التصوير نفسه اصلا بياخد وقت معايا. فالمهم ايه، قلت خلاص لا انا هقوم هعمل كل الحاجات دي، ولو اتبقى معايا وقت مثلا ابقى انام ساعه، الساعه اللي انا مش عارفه انامها دي. المهم ايه، فقمت كده على المطبخ اهو. انا عندي البصل الصغنن العسول ده اللي هو ما بيتقشرش ده، عارفينه اللي هو بيطلع روحك ده وانت بتعمليه. طب ايه اللي جبتيه ليه نسمه؟ هو انا ما جبتوش والله. هو انا جالي. فالمهم انا مش هرميه بقى، نعمه ربنا، قلت خلاص هستخدمه. وامر لله بقى، على الاقل انا بقشره وبفرمه في الكبه، يلا الحمد لله ان في كبه. بصوا بقى النهارده هعمل معاكم ايه الراعي الرسمي لليوم زي ده. انا بحب بصراحه اعمل اكل يعني مختلف، هو مش جديد يعني كل الناس بتعمله.
لا انا يعني مثلا مش حاجه بناكلها كل يوم. ايه مثلا رومي؟ لا طبعا مش رومي، ده احنا حيالله 4 افراد. إيه طب ايه، انا قلت بقى ايه عندي بطايه حلوه كده، البطايه اللي انا كنت معاكم في الفيديو، اللي كانت معانا في الفيديو اللي قبل ده على طول، كانت منورانا في الفيديو، وقلت لكم ان شاء الله هعملها بطريقه كده جديده وحلوه، يعني بالنسبه لي هي طريقه جديده لان انا ما جربتهاش قبل كده. هعمل النهارده بط بطريقه اسمه بط بالمرتة. تمام، هنعمله ان شاء الله مع بعض. عايزه اقول لكم ان هي وصفه حلوه حلوه حلوه، يعني انا ما تخيلتش ان هي تطلع بالجمال ده او بالطعم ده. فالمهم ايه، هعمله ان شاء الله معاكم. هي بتاخد بصل كتير شويه، البطايه ما شاء الله حجمها حلو يعني، فبتاخد بصل كتير شويه، يعني قد مثلا كيلو الا ربع كده بصل، نص كيلو بصل، على حسب الايه الحجم البطايه معاكي. انا سمعت قبل كده واحده بتقول ان كل كيلو من البط بياخد نص كيلو من البصل، بس انا عن نفسي شايفه ان كميه البصل كده هتبقى كتير قوي، يعني بطايه 3 كيلو مثلا هاخد لها كيلو الا ربع. فالمهم ان انا عملت ايه، تقريبا نص كيلو، ايه ده، كيلو الا ربع، ايوه، لا مش كيلو الا ربع هتاخد كيلو ونص كده من البصل اللي هي 3 كيلو. فلا انا عملت كيلو الا ربع من البصل، ايوه كده ظبطت الكلام. حطيت بقى على البصل بتاعي، انا زودت شويه في البصل لان انا هعمل اكله تانية وهتحتاج بصل، فقلت بدل ما كل شويه اقعد اقطع وافرم واعمل، لا حطيت فلفل اسود على البصل عشان ما يعملش ريحه. وخليت البصل بتاع الوصفة او الاكلة التانية كده على جنب. تمام، وقعدت هنا ايه، جبت اللوبيا ونقعتها عشان هعمل برضو لوبيا، وقطعت الكبد والقوانص بتاعة البط على الايه على البصل، وحطيت كده معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة كده من الفلفل الاسود، وكمان معلقة كبيرة كده ايه من الملح. تمام، هي دي المرتة يا جماعة. في ناس بتضيف على بقى حاجات تانية بقى فلفل، في ناس بتضيف جزر، في ناس بتعملهاش اصلا بكبد وقوانص. بس ايه، انا حبيت ان انا اعملها ايه بالطريقة دي وباصلها، يعني هي بالكبد والقوانص والبصل. وبعد كده ان شاء الله لما احب اجرب بعد كده هبقى اجرب بقى بايه، ادخل حاجات تانية ايه زي دي. انا احب ادوق الحاجة كده باصلها بطعمها الاساسي، وبعدين ابقى ايه ادخل او اضيف اضافات يعني. ومعايا بقى البطايه العسوله اللي انا نقعاها وغسلاها ومظبطاها بقى لها يومين تمام، لا غسلها يعني كويس ونضفتها وشلت منها اي ريحه زفاره بصراحه. بغسلها بالدقيق، اي حاجه انت مش عايزه فيها زفاره تغسليها بالدقيق. وجبت البصل معايا او المرتة بقى اسمها زي ما تتسمى، رحت حاشيه بيه البطايه كده زي ما انتم شايفين. بسيب بس هوا كده في النص، يعني ما احشيهاش او ما الكمهاش يعني بصل من الاخر، لا فبسيب منها كده ايه يعني شويه كده اللي هي تاخد نفسها. وجبت ابره وخيط، عندك الخيط بتاع المطبخ اشتغلي بيه، انا ما عنديش خيط مطبخ، بس انا عندي بتاعه ابر لسه جديده. طبعا هي لسه جديده، عقمت الابره ازاي، غسلتها تحت ميه سخنه جدا 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 قبل ايه، قبل ما اعمل بيها اي حاجه. تمام، ما ينفعش خلة سنان، لا ما ينفعش، لان خلة السنان هتسيب فراغات بين يعني هتعمل فتحات صغيرة كده بين الجلد، هتطلع البصل بتاعك من الجلد لما ينزل في المية، واحنا الشوربة قصدي يعني، واحنا عايزينها تبقى رايقة وكمان تحتفظ بقى بكل الطعم بتاعها. هنا بقى ولعت النار وجبت اكبر حلة. بصوا انا عندي طقم ألمونيوم، انا بصراحة مش بستخدمه خالص، يعني انا حطاه في كرتونته وشايلاه بعيد عن ايدي. ده فيه حلل كبيرة اللي هي تاخد بطة واتنين وي كمان يعني. تمام، ما مش عارفة ايه اللي ما خلانيش انزله، بس يلا مش مهم، انا استسهلت بقى، قلت دي قريبة مني ولقيتها خدت البطاية مستريحة يعني كويسة. قلت تمام، وغليت مية، انا ما بحطش حاجة خالص خالص على النار من غير مغلي مية في الكتل، انا بالنسبة لي كده. وادي بصلتين كده عشان الشوربة بتاعتي تسحب منها برضو ريحة اي زفارة او اي حاجة، وكمان ورقتين لوري او ورق غار زي ما بتسموه بقى على حسب الدولة بتاعتكم. وسبت البطاية الحلوة تعيش مع نفسها، حطيت بس شوية بهارات شوربة. بهارات الشوربة دي انا عاملاها في البيت يا جماعة، عبارة عن حبهان وفلفل اسود وورق لوري، كل ده متحمص نص تحميصة ومعمول مطحون بالكبة، يتطحن يعني كويس جدا مع بعض. بصوا هنا البطاية اهو، هنا بوريكم ان هي خلاص استوت. طبعا الكلام ده بعد تقريبا ساعتين ونص، ايوه ساعتين ونص، حتى هتلاقوني غيرت هدومي بقى ولبست لبس الكريسماس لا بقول لكم بجد، غيرت هدومي بقى وكده، وبقول قال ايه يعني لما يتبقى وقت هنام شويه. جوزي بقى لقيته بيقرب يجي وكده، فقلت لا خلاص يا بنتي قومي بقى كملي الاكل. عملت الرز وكمان كنت عملت اللوبيا هناك، هو كان نفسه ياكل لوبيا قوي. بصراحه احنا بنحبها جدا جدا جدا، من اكتر الخضار احنا بنحبه هو اللوبيا اللي هي ام عين سودا الصغيره دي. فقلت خلاص، وبقالي كتير ما عملتهاش بصراحه، انا كنت هعمل جلاش، كنت هعمل نواشف يعني جنب البط،
فقلت ايه لا خلاص انا هعمل اللوبيا طالما هم بيحبوها واعمل كمان جنبها رز بشعريه زي ما انتوا شفتوا كده. البطايه العسوله بتاعتنا المحترمه المؤدبه ما اتفتحتش الحمد لله في الميه ولا حاجه بعد ما قفلناها كويس بالخيط. وجبت بقى ليمون علشان انا كنت عايزه ادهنها بقى بخلطه واعمل بقى صلصه وهيصه بقى وندخلها بقى الفرن تاخد وش مع الصلصه وكده. بس بصراحه ما لقيتش عندي صلصه بطرمانات، تمام عندي صلصه فريش اللي انا مجهزاها. بس قلت يا بنتي مش مهم تصرفي، هاتي ليمونتين، عصرت الليمونتين على البطايه من بره زي ما انتوا شايفين كده، ومعلقتين شوربه زي ما شفتوا زي ما شفتوا برضو معايا. وطلع دخلت النار دخلت النار اتعذبت دخلت النار خدت كده ايه وش شوايه محترم، وقلبتها من الجنب ده على الجنب ده على الجنب ده، ما سبتهاش كده على جنب واحد يعني. امال ايه ده الطبيخ ده عنا فن مش عنا. بص يا جماعه ما حدش يركز معايا، انا بحب اهزر معاكم كده وافرفش الفيديو كده ويبقى ايه كله فرفشه، وكل سنه وانتم طيبين بقى. بصوا هنا بقى كنت بشيل الخيط، استنوا هشيل الخيط بقى اللي هو اصلا كان في البطايه بتاعتنا العسوله اهي. ما شاء الله كانت جميله جدا، وفكره المرتة دي حلوه يعني. ولفتها بقى لفة فنادق على رأي جوزي، يقول الشغل ده شغل فنادق اللي هو ايه عشان لفت له رجل البطة بالفويل. يا سلام راجل غلبان قوي. شفتوا يعني تاتش صغير يلا كتر خيره رفع من معنويتي. بص والله كنت عايزه احط بقى شيبسي حواليها، كنت عايزه احط اسمه ايه ده بقدونس او حاجه خضرا يعني كده تكسر اللي احنا فيه ده. بصوا اوريكم المرتة بقى من جوه عامله ازاي، اللي هو البصل كان ريحتها حلوه قوي وطعمها جميل جدا. المهم يعني ان انا ايه مرضتش اجيب شيبسي عشان العيال هيسيبوا الاكل وياكلوا الشيبسي، قمت حاطه كابوتشي ويلا الموضوع خلص. اتغدينا والحمد لله واتفرجنا كمان على فيلم حلو. عشان بس ايه ما الناس اللي بتحتفلوا براس السنه بتحتفلوا بالكريسماس، لا احنا مش بنحتفل بالكريسماس. انا بالنسبه لي كنسمه بحتفل بمرور سنتين على القناه بتاعتي، وكمان بحتفل بدخول سنه جديده. ربنا يجعلها سنه عطاء وخير يا رب علينا كلنا. بصوا بقى انا هنا كنت طبعا الجاتوه كنت مصوره لكم سليم وابن ناس والله كان حلو جدا. فالمهم ريما حبيبه قلب ماما يعني ربنا يبارك فيها ويحفظها ان شاء الله، قامت داخله التلاجة فنفسها هفتها كده على حته جاتوه، تقول يا ماما اديني مثلا حته ولا حاجه يعني تصبيره، لا قامت داخله جوه العلبه. وانا مش بجرس بنتي خلي بالكم انا بس بشاهدكم. وقامت دبه صوابعها اللي حلوه النونو دي، وقامت ظهرت كل الحتت الحلوه دي تدوق بس يعني من كل قطعه كده دقت حته. المهم ايه قلت بقى يلا يا ولاد عشان نشوف بقى احنا نعمل ايه ونخلي ايه ونسوي ايه، وناكل بقى الحلويات اللي محدش صابر عليها دي. انا عن نفسي ماليش في الحلويات قوي، انا ممكن اكل جاتو اكتر من الحلويات الشرقي اللي انتوا شايفينها دي. بس يلا قلنا بقى نتبسط، يلا اتبسطنا الحمد لله. وابو سندي الغالي وهو جاي بقى قلت له لا لازم تعدي على المقلة يعني وتجيب لنا لب وانت جاي يعني طالما هتشغل فيلم النهارده ونتفرج بقى على الفيلم. احنا ما بنحبش نخرج من البيت اصلا في الايام اللي يبقى فيها زحمه بقى وناس وكده، فاحنا لا بيتوتين. انا عن نفسي احب قعده البيت جدا جدا جدا، خصوصا في الشتاء. لو في الصيف تلاقوني اهج كده من البيت في كل حته اقول لكم يلا نخرج هنا. بس في الشتاء انا بحب قعده البيت وكده ونقعد نقزقز لب نعمل فشار وكده. يا رب دايما دايما نبقى متجمعين في الخير والود، وزي ما قلت لكم ربنا يجعلها سنه خير، واشوفكم على خير في فيديو جديد وتصبحوا على خير.